واش عمرك تخيلتي ان كلب تكون عنده ثروة كتفوت مئات الملايين ديال الدولارات؟ How? Hold on, bro. القصة How? اللي انتشرت في العالم كامل هي قصة غونتا السادس اللي كيتقال عليه اغنى كلب في العالم، ولكن القصة اعمق واذكى مما كيتخيلوا بزاف ديال الناس. القصة ماشي كذبة كاملة وماشي حقيقة كاملة، ولكن خليط بين الواقع والدعاية الذكية. في سنة 1992 توفات كونتيسة ألمانية غنية بزاف، وكان الاعتقاد السائد لسنوات أنها سميتها كارلوتا، شي لعيبات سمية، ورثات ثروتها كاملة لكلبها. ولكن اصلا هاد الكونتيسة ما كانتش موجودة، وان القصة تروجت كجزء من حكاية جذابة. الحقيقة هي ان الكلب موجود بصح وكيعيش حياة فاخرة، ولكن ماشي هو اللي كيتحكم في الفلوس. الثروة اللي كتقدر اليوم بحوالي 400 مليون دولار كيتحكم فيها صندوق استثماري ضخم واقف وراه رجل اعمال ايطالي سميتو ماوريتسيو ميان. هذا الرجل استعمل الصورة ديال الكلب كواجهة إعلامية باش يدير إمبراطورية عقارية واستثمارية كبيرة، خصوصا في إيطاليا وألمانيا. من بين الممتلكات ديال الكلب قصر فاخر في ميامي كان ديال نجمة عالمية معروفة. كونتر ما كيسكنش بحال أي كلب، عنده فيلات، أكل خاص، رعاية طبية، وفريق كامل كيصار عليه. ولكن كل قرار مالي كيتاخد من طرف البشر ماشي من الكلب. وحتى الكلب اللي معروف اليوم بغونتا السادس هو غير واحد من سلالة كلاب، حيت الثروة كتنتقل من كلب لكلب داخل نفس السلالة، وبهذا الشكل كيبقى الاسم والرمز ولكن العقل المدبر واحد. هذا الشيء علاش الفلوس ما كتساليش، حيت كتستثمر باستمرار في العقارات والاسهم وكتكبر عام ورا عام. وفي الاخير غونتر ماشي اغنى كلب بالمعنى الحقيقي، ولكن واجهه ذكيه لقصه تسويقيه ناجحه. مورا هاد الصوره الطريفه كاين عالم ديال المال والاستثمار والدعايه. هادشي اللي كاين. دير معاك واحد لايك واشتراك وشي تعليق زوين، وإلا كنتي كتفرج في الانمي وباغي تعرف واش المشاهده ديالو حلال ولا حرام تفرج في هاد الفيديو اللي على القناه.